من هو كريم يحيى لاعب الداخلية الذي رفض الاحتفال بهدفه أمام الأهلي؟ سجل اللاعب كريم يحيى هدف التعادل لفريق الداخلية بمرمى الأهلي بعد مرور 44 دقيقة من ركلة جزاء، وكان الأهلي قد تقدم بهدف بعد مرور 19 دقيقة سجله لاعبه محمد مجدي قفشة. وما لفت الانتباه هو عدم احتفال اللاعب بهدفه مكتفيا برفع يده للأعلى وسط احتفالات من زملائه. ويعد كريم يحيى أحد ناشئي النادي الأهلي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لصفوف سموحة في موسم 2018-2019، وعاد اللاعب الذي ينشط في خط دفاع الموسم التالي لصفوف الأهلي قبل أن يرحل وينضم لصفوف الاتحاد السكندري، وانضم صاحب 26 عاما في يناير 2023 لصفوف الداخلية بعد نهاية رحلته مع الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حرة. وشارك اللاعب بقميص الداخلية في 28 مباراة حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفا.